السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش، عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا هنتابع مع الإعلامي السعودي وليد الفراج، وأول رد فعل وانفعال بعد فوز الأهلي على الترجي وتتويجه بالبطولة ال 12 من دوري أبطال إفريقيا. وبرضه كان يوم العرب، لأن فوز العين الإماراتي على الفريق الياباني بأبطال آسيا. وهنتابع كلام ووليد الفراج. هو بيقول كنا منتظرين في المباراة 2 3 4، لكن كل اللي حصل هو 1. هنتابع وليد الفراج ولنا تعليق بعد المتابعة. مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن ومنصة شاهد. كان اليوم يوم العرب في آسيا وأفريقيا. في الإمارات فاز العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا، وفي القاهرة أطاح الأهلي بالترجي التونسي. اليوم في استاد القاهرة الدولي 80-90 ألف في المدرجات، 60 ألف خارج المدرجات، وكانت احتفالية فاز فيها الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12. اليوم كانت التوقعات المباراة راح يكون فيها عدد كبير من الأهداف، يعني فيها زوين 3 زوات 4 زوات، لكن اللي حصل 1 هدف في الدقيقة 4 من المباراة. طريقة تسجيل الهدف توريك ما يطلق عليه أنا ركبي ثابت. الكرة كانت تمريرة من رامي ربيعة لاعب الأهلي المصري، اشترك فيها التوغولي أوهولو لاعب الترجي وسجلها في مرماه. أفراح عارمة اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، واحتفالات كبيرة والشوارع زحمة ومسيرات. النادي الأهلي الذي يشكل نسبة كبيرة من الشعب المصري هم عشاق القميص الأحمر، احتفلوا اليوم باللقب الأفريقي رقم 12 في سلسلة أبطال أفريقيا. ويتجه الأهلي إلى مواجهة الزمالك المصري بطل الكونفدرالية في الربع الأخير من شهر 6 المقبل على كأس السوبر الأفريقي. اليوم التهاني توالت على فريق النادي الأهلي بعد تحقيقه لهذه البطولة. كانت التهنئة الأهم من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل. كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق. من أجمل الخطوات اللي تمت اليوم بعد تحقيق النادي الأهلي لهذه البطولة تهنئة مين؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي، هذه المنافسة التي تمتد إلى عشرات السنين. جاءت تهنئة الزمالك، يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاءت هذه التهنئة ردا على التهنئة اللي كان النادي الأهلي قد بعثها بعد فوز الزمالك في الأسبوع الماضي بكأس الكونفدرالية الأفريقية. يعني مصر تسيطر على كأس الكونفدرالية وكأس الأبطال أفريقيا بألوان وشعارات مصرية في 2024. بعد ما تابعنا الإعلامي السعودي وليد الفراج وتعليقه بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي وتتويجه بالبطولة الأفريقية ال 12، بنترك لحضراتكم
التعليق. وقبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحشاش عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.